إعاقة ما. برضه من ضمن الحاجات الجديده في المناعه في مرض الاوتيزم اللي بيسموه التوحد. الاوتيزم ده نوع من الامراض اللي بيبقى فيها مشكله في المهارات الاجتماعيه واللغويه والتواصل اللفظي واللعب التخيلي والابداعي، نتيجه اضطرابات عصبيه في عمليه التعامل مع المعلومات في المخ ومعالجتها. ودول بيبقى برضه لاحظنا ان هم ممكن التدخل المبكر فيهم والعلاج السلوكي وتنميه المهارات مع العلاج المناعي اللي بيبرمج الجهاز المناعي بتفرق معاهم كتير جدا، وبتبقى فيها عوائد طيبه خاصه في التخاطب والحركه والتعامل بشكل عام. في اغذيه خاصه بمرضى الاوتيزم، اغلبهم بيبقى بيتحسن جدا اما بنوقف منتجات الالبان ومنتجات القمح والشعير والشوفان، وبيتحسنوا او اما بندخل لهم الارز او الذره او عسل النحل وما عندهمش حساسيه له، وبيتحسنوا مع الالياف، وبيتحسنوا جدا. بنعالج حساسيه الطعام اللي بتصاحب اغلب مرضى